في الحلقة دي هديك سر أنا عن نفسي طبقته لما جيت أفتح محل الأدوات المنزلية، مع إن ما كانش ليا أي علاقة ولا خبرة بالمجال، وهو زي ما واضح من عنوان الفيديو إزاي أفتح مشروع ناجح في أي مجال حتى لو كنت جديد في المجال ده. بمعنى أنا شخص عايز أفتح مشروع معين في مجال ما، ولنفترض مثلا سوبر ماركت او محل منظفات، وانا ما عنديش اي خبره في المجال، فازاي بقى اقدر افتح مشروع ويكون ناجح؟ عندك طريقتين للموضوع ده. الطريقه الاولى طويله وصعبه شويه، اما الطريقه الثانيه فاسهل بكتير. طبعا حد هيجي يسالني يا عم طالما الموضوع كده ما تقول لنا الطريقه الثانيه الاسهل على طول؟ هقول لك لا، ما ينفعش، لازم تعرف الطريقتين عشان تعرف المعلومه جات ازاي ومن فين وازاي انت تعرف تجيبها. المهم نروح للطريقه الاولى، وفي النقطه دي محتاجين نقف مع نفسنا شويه ونفكر. لو انا جديد في المجال ايه اللي هكون محتاج اعرفه عشان اقدر اخد خطوه وابدا؟ غالبا هتلاقي شويه اسئله مشتركه ما بين كل المشاريع، زي اقدر ابدا بكام، ازاي اختار المحل، ازاي اجهزه، ازاي ادير المحل، ازاي اسوق للمحل، ازاي اسوق للمشروع بتاعي عشان اضمن ان احقق مبيعات باذن الله، ايه الاسباب اللي بتسبب خساره في المجال بتاعي ومحتاج اعرفها عشان اتجنبها، ازاي اقسم الفلوس اللي معايا، اجيب بضاعه من فين بسعر كويس. قبل ما ادخل المجال ده هل في حاجه هكون محتاج اتعلمها؟ ولو في اقدر اتعلمها ازاي وفين؟ وايه النصايح والتريكات بتاعه المجال ده اللي محتاج اعرفها ولا غنى عنها عشان اضمن نجاح مشروعي باذن الله؟ طيب عرفنا اكتر الاسئله اللي محتاجين نجاوب عليها، نجيب اجابتها من فين؟ في عندك 3 خطوات هتعملهم، وهما الخطوه الاولى هتدخل على اليوتيوب وتكتب اسم المشروع اللي انت عايز تبدأ فيه، وهتلاقي كمية فيديوهات مش قليلة. حاول تعمل تنزيل ل 25 ل 30 فيديو، واقفل النت واتفرج عليهم بالراحة واحدة واحدة كده وفيديو فيديو. ويؤسفني اقول لك يا عزيزي انك في السكة هتلاقي فيديو ممكن تكون مدته 10 دقايق او ربع ساعة وما فيهوش اي معلومة تذكر، فقشطة عادي جدا، امسحه وشوف غيره. وكل فيديو تخلصه قيمه، لو في معلومة مفيدة خليه، اما لو ما فيهوش معلومة ومجرد هري يبقى امسحه، وهكذا لحد ما تخلص الفيديوهات. ومع كل معلومة جديدة تعرفها سجلها في نوتة. ولما تخلص خطوة الفيديوهات هندخل على الخطوة الثانية، وهي انك هتدخل على جوجل وتكتب اسم المشروع، وهنا هتلاقي مقالات. حاول تختار على الاقل 5 مقالات واقرأهم بعناية وتركيز، ومع كل معلومة جديدة برضه سجلها في نوتة. ولما تخلص الخطوة دي هندخل على الخطوة الأخيرة والأصعب، وهي إنك هتشوف حد فتح مشروع في المجال ده وتتكلم معاه وتطلب مساعدته. طبعا قبل ما حد يجي يقول لي ما عنديش الاختيار ده، أو حد تاني يقول لي محدش هيرضى يديني سر مهنته، يبقى تعمل زيي وتروح عند تجار الجملة وتكون رخم شوية وتعرفه إنك جديد وتطلب مساعدته ورأيه وإيه اللي ممكن ينصحك بيه. بس في النقطة دي خليك ذكي، لما تيجي تختار تاجر عشان تدخل تسأله اختار واحد الجو عنده هادي عشان يكون فضيلك، مش تختار محل يكون زحمة. ويفضل لو هتعمل الخطوة دي تعملها الصبح بحيث أغلبية المحلات بتكون رايقة ومش زحمة. وبكده لو طبقت ال3 خطوات هيكون اتكون عندك خلفية بنسبة كبيرة عن المجال، وهيكون عندك معلومات كتير هتساعدك انك تبدأ. طيب يا عم طه الفيديو قرب يخلص وانت سحلتنا معاك في الطريقة الصعبة دي، ولسه ما قلتش الطريقه الثانيه اللي المفروض ان هي اسهل بكتير. هقول لك يا عم اهدى شويه وما تزعلش نفسك. الطريقه الثانيه وهي انك تكتب لنا كومنت بالمشروع اللي عاوزنا نشرحه، وانا تلقائي بعمل كل الخطوات اللي فاتت دي في اي مشروع بشرحه. وهي دي طريقتي على فكره، هي صعبه شويه بس بتخلي الواحد يحصل كميه معلومات رهيبه عن المجال. عشان كده ولله الحمد الفيديو اللي بنعمله ممكن ما يكونش مدته طويله، بس تلاقي الفيديو من اوله لاخره مليان معلومات وبتاخد الخلاصه. وبس كده. ونقول تاني ونأكد، لو عندك مشروع عاوزنا نشرحه اكتبه لنا في الكومنتات، واعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، واستنى الفيديوهات الجاية بإذن الله. سلام.